كلنا نفسنا ان احنا نثبت بعض العادات المفيدة في حياتنا، ومن العادات دي هي الصحيان بدري. لكن اكيد كلنا حاولنا، ومعظمنا او اغلبنا حاولنا وفشلنا في ان احنا نخلي الصحيان بدري عادة من عادات حياتنا. عشان كده جبت لكم الفيديو ده. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو ده هنكمل تلخيص كتاب نادي الخامسة صباحا، تحديدا تاني 3 فصول من الكتاب. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش انك تدعم القناه باللايك والشير والسبسكرايب. وكمان لو انت مش عارف، فاحنا مؤخرا عملنا قناه على الواتساب اسمها زياد تاسك، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. وكمان لو انت عايز تعمل مونتاج لفيديوهاتك بس مش لاقي وقت، ممكن ان انا اعمل لك مونتاج لفيديوهاتك. ولو انت عايز تكلمني عن الموضوع ده، هتلاقي لينك الانستجرام تحت، وكمان الايميل تحت، ممكن ان انت تكلمني عليهم. وبس كده، يلا نبدا في الفيديو. في الفصل الثالث في الفيديو اللي فات، واللي لازم ان انت تتفرج عليه عشان تفهم اللي هيتقال في الفيديو ده. المهم، في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن استراتيجيه 20 والاستراتيجيه دي من اهم الاستراتيجيات اللي هتخليك ان انت تستغل وقتك اول ما تصحى. والاستراتيجيه دي بتتكلم عن ان انت في اول ساعه من يومك لازم ان انت تحطها في 3 حاجات مهمين. وفي اول 20 دقيقه هتستغلها في ان انت تعمل تمارين اطاله لجسمك، وان انت تسخن جسمك. ودي من الحاجات اللي هتديلك طاقه لبقيه اليوم، لاخر اليوم، حتى لحد ما تنام، وهتحس ان انت عندك نشاط طول اليوم. ودي من اهم الحاجات اللي لازم تعملها في اول 20 دقيقه من يومك. تاني 20 دقيقة هتبدأ فيها ان انت تخطط ليومك وتكتب مهامك. ولو انت مش عارف ازاي تكتب مهامك، فانا عملت فيديو كامل بتكلم فيه من الصفر ازاي تقدر ان انت تكتب مهامك، وكمان ايه هي التطبيقات اللي ممكن تكتب عليها مهامك. ودي برضو من الحاجات اللي لازم تديها وقت من يومك، بتاني 20 دقيقة من يومك. تالت 20 دقيقة او اخر 20 دقيقة، ودي انت هتستغلها في ان انت تاخد كورس، او ان انت تقرأ كتاب جديد، او ان انت حتى تتعلم اي حاجة جديدة. يعني مثلا حاجة انت كنت مؤجلها بعديها انت عايز تتعلمها، فاول 20 دقيقة من يومك هتبدأ ان انت تتعلمها او تعرف عنها. وكل يوم لو انت خدت منها 20 دقيقه، ممكن ان انت تخلصها في خلال اسبوع اسبوعين بالكتير قوي. او كورس ممكن ان انت تخلصه في خلال اسبوع او اسبوعين. كتاب لو هو كبير شويه ممكن ان انت تخلصه مثلا في شهر او شهرين. ودي من الحاجات المهمه برضو. المهم ان انت تعمل ال3 حاجات دول في اول اليوم، لانك بعد لما بتندمج مع مهام اليوم ومشاغل اليوم وملهيات اليوم، مش هتقدر ان انت تعملهم خالص، وهتنسى اصلا ان انت كنت المفروض تعمل حاجه زي دي. فلازم ان انت اول ساعه تستغلها في الحاجات دي. بعد لما افتكرنا شويه من الفصل الثالث اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، هنبدا ان احنا نكمل التلخيص. وفي الفصول ال3 التانيين، روبن شارما بيتكلم عن بعض العادات المهمه جدا اللي لازم ان احنا نثبتها في يومنا. اول عاده وهي انك تعرف ازاي تدير وقتك. ودي من اصعب الحاجات اللي انت تقدر ان انت تثبتها في يومك. مش بقولك ان انت مش هتعرف تعمل كده، لا، هي صعبه شويه بس تقدر ان انت تعملها. وانا لحد دلوقتي بحاول حتى ان انا انظم وقتي، واقدر ان انا ما اضيعش ولا ثانيه من وقتي. ودي من اهم الحاجات اللي هتخلي ان فعلا يومك بدل ما كان 24 ساعه 48 ساعه، طبعا مع الصحيان بدري. يعني انت ما تصحاش 3 العصر مثلا وتقول انا بنظم وقتي. لا، انت لازم انت تصحى بدري، وكمان زائد الصحيان بدري ان انت تعرف ازاي تدير وقتك. تاني عادة، ودي من اهم العادات اللي انا شايفها، ودي حتى مش لازم تبقى مع الصحيان بدري، يعني لازم ان انت تعملها في كل حياتك، وهي انك تقدر توازن بين مهامك. يعني مش طول اليوم لو انت لسه ما خدتش الاجازه، يعني مش لازم ان انت طول اليوم مثلا تقعد تذاكر وباقي اليوم مذاكره ونوم واكل. لا، ده هيخلي عندك ايرور في حياتك. لازم ان انت تنظم وقتك بين كل حاجه من حياتك، ودي مرتبطه شويه برضو مع اداره الوقت. طب ليه اصلا ممكن ان انا لو عملت الحاجات دي، او ان انا وزنت بين حياتي، ممكن ان انا انجح؟ لانك لو اهتميت بجانب واحد من حياتك هتفشل في بقيه الجوانب، وهكذا في كل حياتك. فلازم ان انت تحاول تحقق التوازن في حياتك. وانا عارف ان انا طولت في الجزئيه دي، لكنها مهمه جدا جدا جدا، وهي هتفيدك جدا في حياتك. وبرده العادات دي لو انت اهتميت بيها هتزيد انتاجيتك اضعاف اضعاف في اليوم بتاعك. بعد كده روبن شارما بيتكلم عن ازاي تقدر تثبت عاده جديده في يومك، او ان انت تثبت عاده جديده في حياتك عامه. لكن مش بيشرح بشكل مفصل زي كتاب العادات الذريه، هو بيشرح بس بشكل مختصر ازاي تقدر تثبت العاده دي في يومك. انما لو عايز بقى تعرف العادات وازاي تحققها وازاي تعملها، وليه الناس بتفشل وليه الناس بتنجح، فافضل حاجه ليك ان انت تقرا كتاب العادات الذريه. انما في الجزئيه دي روبن شارما بيتكلم عن ازاي ان انت تثبت عاده معينه في يومك بشكل مختصر شويه. اول معلومه لازم ان انت تعرفها عن العادات، وهي تقريبا ان العاده بتاخد حوالي 66 يوم تقريبا كده عشان تقدر ان انت تثبتها في يومك. وده مش مقياس خالص، ممكن ان انت تحققها في شهر، او ان انت تثبت العاده دي في يومك في شهر، او ان انت في شهرين، في 3 شهور، في سنه حتى. ده مش مقياس تماما.
المهم ازاي تقدر ان انت تثبت عادة معينة في يومك. اول حاجه لازم تعملها وهي انك تحفز نفسك. يعني ايه احفز نفسي؟ يعني ان انت مثلا تكتب لنفسك ورقه ان انت لما تحقق العاده دي ده اللي هيحصل في حياتك، او ان انت هتنجح او ان انت تحط قدامك مكافاه لما تثبت العاده دي في يومك، او لما تنجح في حاجه معينه تاخد المكافاه دي. مع كل ده لكنك في بعض الاوقات هتلاقي نفسك حتى مع التحفيز مش عايز ان انت تعمل الحاجه او المهمه اللي هتخليك تثبت العاده في يومك، او ان انت اصلا مش هيبقى ليك نفس في اي حاجه. ففي الحالة دي هنبدأ ان احنا نستخدم تاني اسلوب نقدر ان احنا نثبت بيه العادة في يومنا، وهو انك تهيئ البيئة قدامك. يعني مثلا لما تلاقي المكان اللي قدامك مترتب وهادي وما فيهوش دوشه كتير، هتلاقي ان نفسك لوحدها كده اتفتحت ان انت عايز تذاكر. يعني هو حرفيا دماغك بتقولك انت قدامك كل حاجه، فلازم ان انت تبدا. يعني قدامك المكتب مترتب، المكان هادي، كل حاجه قدامك، فانت مش ناقصك حاجه غير ان انت تبدا بس. فدي برضو من الاساليب اللي هتخليك ان انت تستمر في العاده دي. وبرضو الموضوع ده مش لازم ان انت تستخدمه بس في ان انت تثبت عاده في حياتك، لا ده انت ممكن تستعمله في اي حاجه. يعني انت لو مش بتذاكر كتير وعايز نفسك تفتح على المذاكره، لازم ان انت ترتب مكتبك قبل ما تنام او اول ما تصحى، حتى وفي الشغل وفي كل جوانب حياتك لازم ان انت تستخدم الاسلوب ده عشان تقدر تستمر في الحاجه دي، او ان انت تعمل اصلا التاسك. وكمان برضو دي حاجه كده من عندي، لازم ان انت تحط في دماغك ان ما ينفعش اليوم ده يخلص الا وانت عامل تشيك على التاسك دي. ودي برضو من الحاجات المهمة اللي هتخليك ان انت تثبت العادة في يومك. وكمان انك تركز في النهاردة، يعني ما تفكرش هل مثلا لو انا ما عملتش تاسك بكرة ايه اللي هيحصل او لا، انت لازم تركز في النهاردة ان انت اليوم ده ما ينفعش تعدي الا وانت عامل تشيك كده على التاسك دي. ودي من اهم الاساليب اللي هتخليك تنجح في حياتك وفي كل جوانب حياتك. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش انك تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل لل 200 مشترك في اقرب وقت ممكن. وكمان زي ما قلت هتلاقي لينك الانستجرام وقناه الواتساب والايميل تحت في الديسكريبشن بوكس، ممكن انت تكلمني عليهم. وبس كده، سلام.